كاب كوم أعلنت قبل فترة عن Resident Evil Requiem. خلينا نحكي عن مستقبل Resident Evil ومستقبل شركة كاب كوم بشكل عام. خلينا نحكي عن الفترة الأخيرة مالتهم اللي أعتقد هي من أقوى البرايمات من بعد برايم ريال مدريد. مبدئيا أعلنوا أنه على أساس أنه قصة اللعبة راح تكون أنه تحقيق، نرجع لمدينة راكون سيتي بعد ما ضربوها بالنووي بالجزء الثالث. نرجع نشوف أنه أكو بلبلة أكو فد شيء مريب دا يصير بهالمدينة. تلعب ببطلة جديدة من ضمن الاف بي اي، يعني مو من البي اس اي اي مثل كريس ريدفيلد وجيل فالنتاين، ولا من السي اي اي مثل ليون. وشوفونا ببعض اللقطات من القصة ومبين انه ماكو الابطال الرئيسيين. هذا اللي مبين بالبداية مبدئيا انه ماكو الابطال الرئيسيين اللي احنا نعرفهم، كريس ريدفيلد، جيل فالنتاين، الابطال الكلاسيكيين. واحتمال احتمال انه يكون هذا اخر جزء، لان حرفيا ريزدنت ايفل صار له من التسعينات. تخيل يا عزيزي المشاهد، من التسعينات، والمفروض شنو خلاص هاي نهاية لسلسلة ريزدنت ايفل، لان صار ريزدنت ايفل طولت كلش. احد الشخصيات ممكن احد الشخصيات تموت مبدئيا، ممكن. وهسه اوكي نزلت اللعبة، نفرض نزلت اللعبة وكالعادة نجحت نجاح مبهر، احتمال ب 2026 او ورا الجزء التاسع يمتهتمون بباقي الالعاب اللي هامليها، خاصة ديفل ماي كراي. طلعت بعض التسريبات، ولو اني يعني استنقص التسريبات. يقال انه راح يسوون ريميك لاحد اجزاء ديفل ماي كراي، يا الاول يا الثالث، واحتمال يكون صحيح، الله اعلم. يمكن مثل 2019 نزلوا لنا ريميك للثاني وديفل ماي كراي جزء جديد مثل 2019. احتمال هسه العكس، انه جزء جديد من ريزنت ايفل وريميك لديفل ماي كراي. اتمنى يا اما الاول، الرابع، او الثالث. واحتمال الاول يحسنون من الجيم بلاي، من الجرافيكس، من المشاكل اللي كانت موجوده بهذا الجزء. احتمال يبدون سلسله حلب جديده لديفل ماي كراي، ما دامها هي ثاني اشهر سلسله عندهم من بعد ريزنت ايفل. واتمنى ينزلون لنا اجزاء حلوه او ريميكات واجزاء حلوه، والجزء السادس يكون جزء خرافي يرجع السلسله للواجهه، تمام، مثل الجزء الخامس اللي يعني بالنسبه لي هو احسن جزء من ناحيه الجيم بلاي على الاقل. فد جيم بلاي خرافي، خاصه جيم بلاي دانتي، فد شيء روعه. واكو سالفه تضحك انه ما قالوا انه ليون ما راح يظهر بالجزء السادس، قصدي التاسع، لان قوي بشكل زاد عن اللزوم، او ما راح يفيد هالقصه. ممكن هو ده يكذب علينا على مود شنو، على مود يفاجئنا فجأة بوم ليون، بوم الشخصيات الرئيسية رجعوا، يعني تخيل. والله أعلم هل ممكن هاي تكون خاتمة، أو يعني احتمال كبير راح تكون خاتمة لريزيدنت ايفل وخلاص حلبناها بشكل بشكل زايد على اللزوم. ديفل ماي كراي عايفية من 2019، أدري شنو نقصه، إذا لزمتها لازم تغتسل وراها. شنو السالفة؟ شو السلسلة ناجحة، الناس تحبها، شخصياتها مشهورة، ليش ديفل ماي كراي ما مهتمين بيها يا رجل؟ حتى مونستر هانتر نزلتوا له جزء جديد، بس ديفل ماي كراي لا، ما نزل ريميك. يعني والله ما اعرف، والله غريبين كاب كوم. ما اعرف هل لازم ملزلز يعني جماعه ريزنت ايفل يحاولون الديفل ماي كراي على مود تهتمون بديفل ماي كراي؟ والله ما اعرف. وان شاء الله الجزء القادم ما يتاثر يعني الجزء ما يتاثر بانمي نتفليكس والاجندات الخرا اللي احنا شفناها. وإن شاء الله يكون دانتي فيرجل نفس الشخصيات الحلوة اللي احنا نحبها، تمام؟ ما لا تخربوهن، تمام؟ وهذا كان فيديونا، لا تنسون زر اللايك والاشتراك. في أمان الله.